مساء الخير يا جماعة وأهلا بيكم. بالله عليكم خليكم معانا عشان في كارثة هتحصل وعيلة هتتشرد. ومعانا الأستاذ هاني. الأستاذ هاني عنده موهبة الغناء. عايز يبيع كل حاجة بياكلوا ويشربوا منها العيلة كاملة عشان خاطر يعمل فيديو كليب. الراجل ده من الأرياف وعندهم أنا لا مؤاخذة مواشي، جاموسة وبقرة وحلية وحاجات. عايز يبيع الجاموسة ويبيع البقرة ويبيع الحلية ويبيع الحاجة اللي بتجيب كل يوم حليب لبن، ويبيعوا اللبن ده عشان خاطر يعيشوا ويكملوا منه مصاريف وبقية حياتهم. ثواني يا جماعة معانا، ممكن بس يا أستاذ هاني ترجع ورا، هسأل أستاذ عادل على حاجة بينه وبينه. ارجع ورا ليه حضرتك؟ هو انا اللي اصور ولا عادل اللي هيصور؟ أنا عايز أسأل أستاذ عادل على حاجة عائلية بينه وبينه. هو مين اللي عنده الموهمة، انا ولا عادل؟ يا سيدي انت اللي عندك الموهبه، بس انا عايز اساله على حاجه بينه وبينه. انا محرج اتكلم قدامك. مين اللي عنده الموهمة حضرتك، انا ولا عادل؟ مين اللي عنده الموهبه يا جماعه؟ الراجل ده اسمه هاني. الراجل ده عايز يبيع الجاموسه وعايز يبيع البقره وعايز يبيع الحليه ويبيع المواشي اللي موجوده عندهم في الزريبه اللي بياكلوا عيش منها. الخرفان دي بيبيعوها عشان فلوسها ياكلوا ويشربوا بيها. الجاموسه بيبيعوا الحليب بتاعها عشان ياكلوا ويشربوا بيها. عايز يبيعهم ويعمل فيديو كليب. ومعانا الاستاذ عادل قريب اهو بيستغيث منه. والدته بتعيط، قرايب، بص الدنيا كلها مبلطج على الدنيا كلها، وعايز يبيع كل حاجه عشان خاطر يصور فيديو كليب. هتسمعوا دلوقتي حضراتكم صوته وتحكموا. صوته حلو قولوا حلو، وانا اقسم بالله لا اعمل له فيديو كليب على حسابي لو صوته طلع كويس وانتوا كتبتوا في التعليقات ان صوته كويس. لو صوته وحش قولوا له وحش، دي حاجه ما تزعلش عشان خاطر ما في عيله كامله ما تتشردش بسببه. تمام؟ انا دلوقتي قلت للناس ظروفك اهو، وقلت ان انت عايز تبيع الجاموسه والبقره وتبيع المواشي كلها. تمام؟ وهتغني دلوقتي قدام الناس. انا كنت عايز بينه وبينه عشان اساله، لكن انت اللي اضطريتني اقول كده قدام الناس. انا مش هتحرك من هنا، انا اللي عندي الموهبة مش هو. يا سيدي ما انت اللي عندك الموهبه، ما قلناش حاجه، احنا بنتكلم مع الناس بالراحه، احنا بنتخانق؟ احنا ما بنتخانقش. انت جاي لي وبتقول ان انا بحبك وكلموني وعادل قالوا لي ان هو بيحبك. هو ايه اللي جابه اصلا؟ هو جاي عشان خايف عليك مش اكتر. تعالى بس كده. بصوا يا جماعه، الاستاذ هاني دلوقتي، انت بتغني بقالك قد ايه يا استاذ هاني؟ من صغري حضرتك. بتغني بقالك قد ايه؟ من صغري. ايوه بقالك كام سنه؟ من صغري. بتغني من صغرك، بقالك كام سنه؟ من صغري حضرتك. ايه ده، في ايه؟ هو ماله عامل ليه كده؟ ماشي، طب هتسمعنا ايه؟ هاني شكري. هتسمعنا غنوة ايه؟ بص كده للناس. هتسمعنا كل ايه؟ دموعك مش هتكفي. طيب يا جماعه هو هيغني دلوقتي وبما يرضي الله. لو صوته حلو اكتبه حلو، وانا هعمل له فيديو كليب على حسابي عشان خاطر ما يبيعش الحاجه اللي العيله كلها بتاكل منها عيش. ولو صوته وحش اكتبوا له بقى في التعليقات يا جماعه، ما انتوا شايفين الحوار من اوله. اتفضل يا استاذ، هتغني لمين؟ هتغني لمين؟ هاني شكري حضرتك. استاذ هاني شاكر. استاذ هاني شاكر. شاكر ماشي، يلا غني، بص للناس وغني. يلا. كل دموعك مش هتكفي، ناري وجرحي وندمي وأسفي، وإن كان حبك نقطة ضعفي، بعلن إني بريء، بعلن إني بريء، بعلن إني بريء من حبك. كل دموعك مش هتكفي، ناري وجرحي وندمي وأسفي، وإن كان حبك نقطة ضعفي، بعلن إني بريء، بعلن إني بريء من حبك. كل دموعك مش هتكفي، ناري وجرحي وندمي وأسفي، وإن كان حبك نقطة ضعفي، بعلن إني بريء، بعلن إني بريء، بعلن إني بريء من حبك. خلاص أنا آسف لكم يا جماعة، بتأسف لكم جميعا. هو حوار بقى كده ومشكلة، وأنا بتأسف لكل الناس اللي بتتفرج علينا وبتسمعنا. أنت إيه رأيك في صوت يا أستاذ عادل؟ يا استاذ حسام، ده هو ده الصوت، ده صوت يرضي ربنا. هيبيع الدنيا ويبيع كل حاجه على الصوت ده. يا استاذ حسام ده خارب الدنيا ومبهدل الدنيا. انت مالك انت وصوتك؟ خلاص خلاص بس خلاص 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 خلاص. طب بس خلاص يا جماعه، خلاص خلاص بسبب الصوت ده. طب خلاص 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 خلاص، هي الناس اللي هتحكم. خلاص هتسمعنا ايه تاني؟ عايز تغني ايه تاني؟ هتسمعنا ايه تاني؟ اغني الاغنيه حبه ملح. حبه ملح بتاعتي؟ ما كنتنيش. لا ما تغنيش لي حاجه، مش عايزك تغني لي. هتسمعنا ايه؟ محمد رشدي. هتسمعنا محمد رشدي؟ ماشي، سمعنا محمد رشدي. السعادة
ليا ناس وناس. بص للناس هنا. طول حياتنا واحنا منها محرومين. السعادة ليا ناس وناس، طول حياتنا واحنا منها محرومين. السعادة ليا ناس وناس، طول حياتنا واحنا منها محرومين. بما يرضي الله يا جماعه، بالله عليكم الراجل ده مصمم على اللي في دماغه، انتوا اتفرجوا واكتبوا وهو هيشوف التعليقات بنفسه، لان هو في صراحه ربنا على الصوت اللي انا سامعه ده هو هيخرب الدنيا وفعلا هيدمر عيله كامله. والاستاذ عادل فعلا كلامه صح. احنا معانا مود اهو. مود، ايه رايك في صوت عمه؟ بابا انا ماليش دعوه، الكلمه كلمه حضرتك. انا بسالك ايه رايك في صوت عمه، يعني عجبك ولا لا؟ بابا ارجوك ما تحطنيش في موقع محرج. يعني صوته حلو ولا وحش؟ بابا تعالى اقول لك على حاجه. عايز ايه؟ قول. تعالى اقول لك على حاجه بس. بابا انا خايف من عمو ده. ليه؟ بابا عمو ده صوته غريب ومزعج، وشقوك عمو ده يا بابا مجنون، ممكن يضربني. بس خلاص، اسكت. طيب انت مبسوط يا استاذ هاني؟ انت حاسس ان انت يعني صوتك حلو فعلا؟ دي موهبة من زمان. عندك موهبه من زمان. طيب وانت يعني مين اللي قال لك صوتك حلو عندك في العيله او في المنطقه بيقولوا لك ايه؟ موهبة من زمان، من صغري. انت الناس بتقول لك صوتك حلو؟ كله بيقول لك صوتك حلو. انت ايه رايك يا استاذ عادل في اللي بيحصل ده؟ يا استاذ حسام الصوت ايه ده؟ تاخدوه تودوه مستشفى يتعالج، ده يطلع مستشفى كلب ياخد له حقنه. تعالى بس. انما اللي بيحصل ده ما حدش هيستحمله، هيبيع كل حاجه. اسكت انت مالك؟ بس خلاص طب انت خلاص اسكت انت. خلاص. هبيع الزريبه، هبيع الجاموسه والبقره والحليه، وهبيع الزريبه. انت مالك انت اصلا؟ بس خلاص. انت مالكش دعوه. طب خلاص احنا ما نتخانقش. خلاص يا جماعه. طب خلاص احنا ما نتخانقش. خلاص يا ابني ما نتخانقش. مالك؟ بس خلاص. طب خلاص اللي انت بتعمله ده هيوديك في داهيه. خلاص. ايه اللي جابك اصلا؟